والوقت الحالي فراني نعلم على كل حال الوقت الحالي مانيش عندي رايت اخلاق الاحسن قال لي عمري 36 سنه ان شاء الله نعيش 36 سنه انا عمري 23 سنه 30 سنه وصلت حول 30 طيب وصلت بداء السكر كان في عمري 3 سنوات 1943 ومنذ ذلك الوقت ما كانش عندنا امكانيات في الجزائر او غير خارج الجزائر، ما كانش كاينه امكانيات كبيره كما الوقت الحالي ما يكونش راه متوفر. الحمد لله رانا بخير من جانب الادويه من جانب الاجهزه الحمد لله. صح من ذلك الوقت الحالي عشت كما يقولوا معيشه كما يقولوا تعداء السكري صعيبه مره. كاش مرة نعيشها مرة ما كاش بكري كانت قليلة على السوريين، كانت قليلة عدة أشياء. وأنا بدأت التأخير تاع السكري تاع المرض كيف استعمال حقنة الأنسولين ما كناش نعرفوا الوقت الحالي. على ذلك لحقت لهذه الحالة وفقدت البصر تاعي وترك رجلي وربما أعراض أخرى. علاش بكري كنا نسمعوا مثلا قال السكر تكون العشبة الفلانية، كما الوقت الحالي رانا نسمعوا بها. قال واحد يخلي مريض، واحد يقول دير هذيك كاع فكره خاطئه، هذه كاع فكره خاطئه نستعملوها، كنا نستعملوا هذا الشيء. بصح الوقت الحالي بكم كي تسمعوا ايام تحسيسيه حول السيده، حول داء السكر، حول الضغط الدموي، ربما كل واحده منكم سيدي تتثقف حول داء السكر واي مرض سيدي تتثقف منه تنصح انسان اخر ولا انسانه اخرى زميلتها، بل كل واحد بل كاين اللي يروح عنه، كاين اللي عنده داء السكري، كاين اللي عنده. بصح حنايا واش كاين كيما كاش كيما تدي نصيحه قيمه. سليم بن مؤمن أحد أصدقاء وزملاء المرحوم محمد بن سلطان رحمة الله عليه، في كلمة مختصرة عن المرحوم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين على هذا إحياء الذكرى تاع 11 ديسمبر بالمناسبة، وفي نفس الوقت تخليدا لروح فقيدنا محمد بن سلطان الله يرحمه. وسلطان محمد ما يخفيكمش هو كان رئيس جمعية أجداد، جمعية الأطفال المصابين الأطفال والشباب المصابين بداء السكر. يعني محمد هذا كي نحكوا عليه نعيا ونحكوا عليه ما نقدروش نقولوا اشياء يعني تتلفنا يعني الهضره كي نحكوا على محمد، لانه اولا انسان بريميرمون سي ان هوم ديابيتيك، يعني عنده داء السكري، اونديكابي، عنده رجل واحده، زائد افوغل اعمى ما يفرش، يعني عنده 3 زونديكاب. رغم هذا يعني الزونديكاب هذا ورغم ذلك يعني يقدر يخرج من القوقعه تاعو، من الظلام تاعو اللي كان عايش فيه، وحتى يقدر ينور ناس ياسرين في هذا المجتمع اللي رانا فيه، ومنهم انا نورني كثير، تعلمت منه صوالح بزاف. محمد بن سلطان حاله خاصه داهيه
اون ديري كو سي با ان نوم دو لا تير. نقدروا نقولوا باللي هذا انسان جاء من عالم واحد اخر، يعني ربي عاطي له قوه ربانيه يعني ساحقه، يعني قدر بسبة محمد قدرنا نتعرفوا بناس كثير. محمد يعني جمع شمل العديد من الناس، عرفنا بعديد من الناس، سلك حياه العديد من الاطفال، خاصه الاطفال اللي كانوا مصابين بداء السكر وحكمتهم يعني دي كومبليكاسيون او نيفو دو لا في تاعهم على مستوى النظر تاعهم. قامهم دار لهم عمليات جراحيه على مستوى مستشفيات الجزائر العاصمه. قمنا بعده نشاطات على مستوى خمس مليانه، عين الدفله ومناطق النائيه بالتنسيق دائما. التنسيق كان دائما مع الطلبه تاع الجامعه وخاصه طلبه الرابطه الوطنيه للطلبه الجزائريين. يعني محمد نقدروا نقولوا عليه بانه انسان يعني قدر يكسب الثقه تاع الناس وحب كثير من الناس، حتى انه يعني في خلال فتره وجيزه جدا قدر يعمل يعني اشياء اللي ما يقدرش يعملها انسان يعني كامل، يقدر يشوف يقدر يمشي. محمد قدر يعمل هذا الصوالح، حتى انه بالهدف تاعو ما ينسى حتى واحد، لا صغير لا كبير لا مريض لا صحيح لا مسؤول. يعني كان يهبلنا 24/24، حياته كانت هي المريض. الهدف تاعو كان هو المريض، يعني يعطي له الثقه، يعطي له الامل، يبعث فيه الروح حتى ما يخليش يكره. لان محمد يعني للتذكير فقط انه عاش الطفوله تاعو كامله في المستشفى، منذ صغره هو في المستشفى، واستطاع كذلك ان يشارك في شيء يعني عظيم جدا، انه مثل الجزائر في ملتقى دولي بامريكا مع الجمعيات العالميه من شمال افريقيا الى اسيا الى اوروبا. يعني قام بزياره الى الولايات المتحده الامريكيه، من خلالها يعني كشف المواهب تاعو. حتى هناك في امريكا يعني ما كانوش يظنوا بلي هذا الانسان ما يشوفش، هذا الانسان يعني ماهوش مريض، رغم ان المرض تاعو يعني بهرهم خلعهم بالطاقه اللي كانت عنده، الطاقه اللي مخبيها قدر يخرجها، قدر يستعملها حتى في امريكا. حتى طاولوا تكلاسا يعني كان بارمي لي برومي، كان من بين الاوائل هناك في الجمعيه العالميه بامريكا، وطاولوا شهاده تشكرا لهذا الشخص يعني الوحيد. ويعني الوفاه تاعو كانت يعني صدمه لنا، لاننا فقدنا حاجه عظيمه. لا بروف يعني الدليل على ذلك منذ وفاه محمد انشلت النشاطات، كل النشاطات تشلت، ما قدرناش نبوجيو، ما قدرناش نهتفوا لبعضنا بعض. يعني رغم ذلك حاولنا كيفاش نعوضوا شخص يعوض محمد من المستحيلات العشرين، ماشي الخمس، ولا من المستحيلات العشرين باش نعوضوا محمد بن سلطان رحمه الله. ونشكر الرابطه الوطنيه للطلبه الجزائريين لانها تذكرت محمد بن سلطان، رئيس جمعيه اجداد، رئيس جمعيه الشباب والاطفال المصابين بالداء السكري، في هذه المناسبه تظاهرات 11 ديسمبر 1960. وجو ريميرسي، نشكر الجميع يعني الاصدقاء اللي تفكروه ودائما ان شاء الله نترحموا عليه، وبارك الله فيكم. طلبة الجامعيين، وأحيي الطلبة والمقيمات بالجامعة التي 5 مليون، أحييهم. لكن حبيت نوجه لهم أنا رسالة، حقيقة الوقاية خير من العلاج، وإن شاء الله الواحد فينا ما يمرض بهذا الداء إن شاء الله. بصح هذه المعلومات لازم تفيدوهم. ربما كل إنسان يساهم، ربما يتخلق إنسان حقيقة منتشر آفة في هذا الجامعة هنا. نريد بصح احنا نسيروا نباشروا، ربما كل إنسان يسير يباشر نصيحة لإنسان آخر، ربما يسير الناس آخرين خلينا نقص الجامعة لنا، ولا ربما يلقى إنسان سؤال مطارد هذا المرض الخطير الخبيث، ربما يلقى أي سؤال منه يعرف يجاوب، ربما أي موضوع يسير. وكما يقول لك الوقاية خير من العلاج. والسلام عليكم.
سعدي صالح كان من بين المسؤولين الذين تعاملوا مع المرحوم محمد بن سلطان الذي سميت هذه التظاهرة على اسمه. المرحوم فقيد العمل الجمعوي، كان رئيس جمعية مرضى السكري. سيد مدير ولائي، في كلمة مختصرة عن المرحوم محمد بن سلطان. والله لما يتبادر إلى ذهني هذا الاسم يعني توقع واحد قشعريرة في جسمي بصفة عامة، لأنه هذا الشخص فعلا يعني عن جدارة ثبت حقيقة، ثبت عملية النضال الميداني من أجل أن المرضى اللي تصيبهم أمراض مزمنة كداء السكري. وسبق لي وين تعاملت معاه، وين اتصل بي في المكتب تاعي شخصيا وتجاذبت معه أطراف الحديث. كان فعلا يعني ملؤه حيوية بالرغم من الإعاقات نتاعو، إعاقة حركية، إعاقة بصرية، إلا أنه لمست فيه روح النضال وروح المثابرة وروح الديمومة وروح السيرورة، يعني وكأنه يعني معفى من كل الأمراض. فعلا يعني اثبت لي باللي إنسان تاع ميدان، وإنسان غيور على بلاده، بحيث تحمل مسؤولية أنه يدافع على مرضى السكري، وأسس جمعية وترأسها جمعية ولائية تاع داء السكري على مستوى ولاية عين الدفلة، وين كذلك وضع بصماته ومواقفه في المحافل الوطنية. وسبق وين برمج تظاهرة وطنية يعني باش يبرز من خلالها مدى خطورة داء السكري وكيفية علاجه وكيفية الوقاية منه. يعني اتصل بي وطلب مني مساعدات، واستجبت في الحين وقدمت ليه كل المساعدات. ونقول بهذه المناسبة الله يرحمه ويوسع عليه، وان شاء الله نكون خير خلف لخير سلف. هذه المناسبة التاريخية 11 ديسمبر كلها أحداث 11 ديسمبر ودورها وتأثيرها فيما يخص دفع تعجيل استقلال الجزائر، وكما هو موضح في اللافتة الإشهارية بين المحطات أجهضت بالفعل مخططات الاستعمار كالترابية الاستيطان والضغط من الجزائر. هي محطة تاريخية مهمة أن نقف عندها وأن نتذكر بالمناسبة المرحوم بن سلطان محمد الذي بالفعل يعتبر فقيد العمل الجمعوي، والذي معروف من 30 مليار على مستوى ولاية عين الدفلة بنشاطات دائمة ونشاطات مختلفة وفتح المالية، وافتقدناه جميعا رحمة الله عليه وأشكر بالمناسبة. حقيقة الوقاية خير من العلاج، وإن شاء الله الواحد مما يمر